السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة سب سيرفيس تي في في حلقة جديدة هنعلمكم ازاي تنظموا ملفات الويندوز او الفايلات بتاعت الويندوز والفولدرز بتاعتك. تمام، التنظيم ده هيفيدك بايه؟ هتبقى منظم، وبعد مثلا سنتين تلاتة تعرف تجيب نفس مكان الفايلات دي تاني من غير سيرش ومن غير برامج ملهاش لازمة، ومعظمها بيكون مالوير وفيروسات وهتضر بيها. تمام، هما عبارة عن 10 نصايح تقريبا. ال10 نصايح ده يعني شايف فيه كل يعني المتطلبات للديجيتال فايل مانجمنت، او انك تنظم او تدير ملفات. تمام، اول نصيحة بيقول لك ايه؟ لما تيجي تعمل انستول بروجرام او لما تيجي تسطب برنامج، بتلاقي ان هو على طول بيقول لك هيسيب البروجرام فايلز دي. تمام، في ناس ما عندهاش 8 6 دي عادي. تمام، ده حسب انت 64 بت ولا 32. لازم تحاول تنزلها هنا عشان بيبقى مترتب عليه حاجات تانية جوه البرنامج، فيستحسن كده. اما الالعاب، لو انت ما عندكش مساحة على الدرايف الرئيسي بتاعك، على الاغلب بيكون سي، ممكن تنزلها في الدي. تمام، دي اول نصيحة. نيجي لتاني نصيحة. تاني نصيحة بتقول ايه؟ بتقول انك تخلي كل الدوكيومنتس هنا في ملف الدوكيومنتس بتاعت الويندوز. ازاي؟ اقولك ازاي. انت مثلا هنا الدوكيومنتس ممكن تكون عبارة عن وورد، باوربوينت، ريكوردينج، اي حاجة فيها دوكيومنتس او مستندات. تمام، وحاول تخليها في سب فولدرز، يعني متخليش فايل بره، خلي فايل يبقى جوه فولدر. زي مثلا افتح ملف ريكوردينج عملت فيه تكست. تمام، لازم اكون عامل فيه تكست. تمام، يعني هي الحكايه انك مينفعش تحط تكست ده وتحطه بره، هو ده عادي، بس ده مش هيبقى فيه تنظيم. تمام، دي تاني نصيحه. نيجي بقى لتالت نصيحه. خلي الفايلات في نيم منطقي او اسمهم منطقي. يعني هتيجي هنا ونعمل رينيم، نفترض عامل تكست او فايل بيتكلم عن مثلا ربح من اليوتيوب. تمام، فمثلا اكتب اي اف واي. اي اف واي قصدي earning from YouTube، انا قصدي كده، ولكن كتبتها باختصار. تمام، انت دلوقتي حافظ الاختصار. نيجي مثلا بعد سنة سنتين ثلاثة، هل هتفتكر الاختصار؟ طبعا انت لو فتحت الفايل هتعرف ان ده بيتكلم عن كده، بس احنا عايزين نعرف من بره من بعيد، فيا ريت نسميها بالعادي بتاعها. تمام، اللي هو earning from YouTube. دي تالت نصيحة. نيجي بقى لرابع نصيحة. حاول يكون مثلا مجموعة من الفايلات تبقى منظمة في يعني كذا فولدر بيدل الفايل واحد. طيب ممكن الكلام ده طبعا مش شرط. مثلا نيجي للريكوردينج، هنعمل فولدر تاني وهنسميه 2016، وهنجيب ونعمل فولدر تاني ونسميه 2017، ونيجي مثلا لفولدر تاني ونسميه 2015، ونعمل بقى الريكوردينج كل واحد هنا جواه ايه ومش عارف ايه. مثلا يعني نعمل مثلا هنا نعمل first month او month، ومثلا قصدي على يناير طبعا، وهكذا، وتعمل في كل واحد وكده انت منظم. تمام، احنا كده خلصنا رابع نصيحة، اللي هي حاول تخلي فايل واحد في كل فولدر. تمام، وممكن تخلي كذا فايل بس يكونوا قريبين مع بعض قوي يعني. تمام، في خامس نصيحة بقى، اللي هي بتتكلم عن ان كل الفايلات، او قصدي سوري، كل سيستم وكل نظام تشغيل بيبقى ليه قوانين بيقول
اسامي الفايلات تشتغل ازاي. مثلا اللينكس بيقول لك انك متستخدمش السبيس، انت ممكن تستخدم السبيس ولكن ممكن تعمل ايه. وعن تجربة عملت لي ايه، انا كنت ناسي القانون ده فادني كتير قوي. متستخدمش سبيس كتير في اللينكس. يعني حاجة مثلا زي ايرنت في اليوتيوب، لو انت مش بتاع لينكس تعمل الواي كده كده بقت من غير سبيس. دي نصيحة. تمام. في الويندوز بقى دي نصيحة تانية. الويندوز عمل ان انت ممكن تستخدم السبيس عادي، بس في حاجات مش هينفع تستخدمها زي علامة الاستفهام. لما تدوس على علامة الاستفهام هيقولك كل ده مينفعش تحط ولا السلاش دي ولا السلاش دي ولا لا نقطتين فوق بعض ولا علامة تضرب دي ولا علامة الهاشتاج بتاعت ال HTML ولا الدبل كوتيشن ولا الخط ده. دي القوانين بتاعت الويندوز. تمام. نيجي بقى لحاجة مهمة، الباس بتاعت الويندوز. مثلا هنا بس هسميها ريكوردينج في اليوتيوب. هنا قد ايه كام كاركتر، يعني مثلا لو مثلا ده جي ده كاركتر، العلامة دي مثلا ده كده كاركترين وهكذا. لو ده المفروض الماكسيمم بتاعه في الويندوز 260، فحاول تعمل حاجة اسمها common abbreviation، يعني اختصارات ولكن تكون الناس كلها عارفاها. زي مثلا حاول على قد ما تقدر، مثلا يوتيوب ممكن تخليها واي تي بقت مختصرة أكتر. دي تبقى تعمل اختصارات بس مش انت اللي مخترعها، لا دي مشهورة. واي تي أكيد يوتيوب يعني. تمام. في حاجة بقى اسمها بي سبيسيفيك أو تكون دغري. يعني ازاي؟ مثلا هنعمل ملف هنا اسمه invoices. تمام. ونفتحه وهنكتب مثلا 2017 ونفتحه ونكتب مثلا نيو. هنعمل فولدر قصدي تكست هنسميه مثلا جون كده. انت لما تسميت ده هل انت عارف ده امتى؟ او انت عارف انه في 2017؟ طب امتى في 2017؟ دي مشكلة. هتضطر انك هتعمل رينيم ليه، ومثلا نعمل جون مثلا 2017 شهر مثلا 2 يوم 10 كده. انت كده نظمت حاجتك. ممكن بقى تعمل كذا فورمات، يعني حاطط هنا الشهر في النص والرقم بعدين ممكن تنظم بقى براحتك، بس حاول ما تخليش برضه فيه سبيس. ما بحبش اخلي في حاجات سبيس، خلي ليها كده تكون تشبيه تبقى شكلها حلو يعني. الطريقة دي من غير سبيس من غير داش كده تبقى شكلها جميل زي ما انتم شايفين كده. انا بالظبط عارف تاريخ ودي يعني نصيحة. تمام. احنا كده خلصنا سادس نصيحة. نيجي بقى لسابع نصيحة. النصيحة بتقول انك احسن وقت انك تنظم فايلاتك وانت بتعملها. يعني وانت بتعمل سيف از تكون فايلاتك منظمة، يعني متحطهاش في الديسكتوب وتيجي بعديها بقى في وقت تخصص تستخدم الديسكتوب للفولدرز. يعني دلوقتي بعد لما تشوف الدرس ده هتنظم حاجتك. تمام. بعد لما تنظمهم من ساعة مثلا فتحت فوتوشوب عملت حاجة حطها مثلا في الدوكيومنتس في ملف البيكتشرز. او خلي بالك يا جماعة مش لازم الدوكيومنتس بس، في ملفات الويندوز عملها زي البيكتشرز في الميوزك في الفيديوز، يعني في حاجات حلوة. تمام. نرجع للي احنا كنا فيها واللي هو كان في انفويسز. ده اللي كان قصدي عليه، انك تستخدم مزايا الويندوز اللي الناس مستخدمتهاش. تمام. نيجي بقى لتامن نصيحة. لو انت مثلا معاك تستخدم حاجات كتيرة زي مساحة الفايل ده، نيجي مثلا نيو ونعمل مثلا ريال قصدي يعني على ريد. نعمل هنا ونسمي هنا مثلا آسف يا جماعة والله. يعني ونسمي دي بورصة، نسمي مثلا ده زمالك، ونسمي ده اهي. تمام. دلوقتي انا سميت كل ده.
نفترض اعلى حاجه بستخدمها في الفايلات دي، مثلا لو ده مثلا ده اكتر حاجه بستخدمها، ليه بقى هو فايلات كتير هنزل تحت عشان اجيبه؟ لا، انت ممكن تعمل رينيم ونسميه مثلا ايه، طلع فوق. مثلا زمالك ده لو بستخدمه بعديه على طول نعمل رينيم ونعمل ايه، ونعمل علامة التعقب بعد الايه، فكده بقى فوق الايه لوحدها، علامة التعقب دي بتخليها فوق. ودي نصيحة ممكن تعملها ايه كمان، مثلا لو بستخدم بارسل دلوقتي على حاجة هنسميها ايه طلعها كده، وهكذا. حاول تكون منظم بالطريقة دي. طيب هتقولي انا مش هعرف ده بيتكلم عن، لو انت بتفتحه كتير يعني انت عارف انك بتفتحه كل يوم بروجكت مثلا، مشروع برمجة، فانت عارف انك هتفتحه كل يوم، مش محتاج تعرف ده ايه. اما حاجات انت مش بتفتحها مثلا زي الفواتير وكده، دي بتفتحها مثلا كل شهرين 3 4 سنة سنتين، دي محتاج تكون فيها دغري وتكون عارف التاريخ بالظبط. تمام. 9، النصيحة 9 ودي مهمة جدا واحنا مش بنستخدمها. اي فولدر او فايل مش بتستخدمه امسحه. تمام. ما عدا البيزنس، اتأكد لو انت شغال في بيزنس، اتأكد 100% انك مش هتستخدم الفايل ده تاني عشان بتعمل مشاكل كبيرة. تمام. ونصيحة دلوقتي هعمل، لو انت مثلا بتاع بيزنس ومش عارف تستخدمه ولا لا، هنعمل حاجة اسمها اكتف، فايل اسمه اكتف، فايل اسمه ان اكتف. تمام كده. تمام. ومثلا الاتنين دول اكتر حاجتين بستخدمهم، ناخده في الاكتف، والاتنين دول اكتر حاجة بستخدمهم. فانت قسمته، كل مرة تفتح الاكتف للحاجة الاكتف اللي انت شغال، الحاجة الان اكتف بتبقى هنا، فانت كده في السليم يعني ما عملتش ديليت وموجود. تمام. كده خلصنا 9 نصيحة. نيجي ل10 نصيحة والأخيرة، اعمل باك اب أو خد نسخة احتياطية من الداتا بتاعت جهازك، لأن ده هيفيدك. اعمله مثلا على درايف، على كلاود، تحطه على فلاشة، هارد، أي حاجة. تمام. وإن شاء الله هنعمل فيديو عن الباك اب قريب، ممكن الفيديو الجاي ولا اللي بعديه، أو يعني هنعمل إن شاء الله يعني. تمام. دي حلقتنا النهاردة، أتمنى تكونوا استمتعتوا بيها، ونشوفكم في حلقة جديدة مع سب سيرفيس تي في. مع تحياتي.